هذا الرجل الذي تراهن عليه ولا تخسر رهانك، هذا الرجل الذي تراهن عليه ولا تخسر رهانك أبدا. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. نخش في الموضوع على طول. من لاعب جمهور برشلونة مش عايزه وبيطالب ببيعه لاكتر لاعب مساهم باهداف مع برشلونة واكتر لاعب ساهم باهداف في دوري ابطال اوروبا وقائد برشلونة الاول. موسم للتاريخ من رافينيا حرفيا. بيضيع فرص كتير، بس لو جيت له في موقف عايز رجولة اول واحد هينقذك. رافينيا ده اتكلم قبل كده وقال ان هو شاف لعيبة برازيلية كتير حواليه كانوا احرف منه بس دماغهم بايظة حرفيا. قال في نفسه ان هو مش عايز يبقى زيهم وانه هيعافر مع الكوره لحد لما يبقى حاجه محترمه. الدماغ دي مش الدماغ البرازيلي اللي احنا متعودين عليها. رافينيا هو اقوى ريمونتادا حصلت السنه دي في كره القدم، من لاعب بيتقال عليه ابن امبارح ودكه في الفانتازيا لايه لازم يمشي من برشلونه الى قائد برشلونه بقى وحامل الشاره ولاعب مرشح بقوه للبالون دور السنه دي. من لاعب مش عارف يتحكم في الكوره وكان بيتقال عليه بهلوان للاعب بيهاجم مساحات وبيبقى مهاجم تاني وبيسجل بدماغه وبيعمل سحبات برازيليه بالكوره. من لاعب ساهم ب 22 هدف بس الموسم اللي فات لاكتر لاعب مساهم باهداف مع برشلونه الموسم ده في نص موسم بس، واكتر لاعب مساهم باهداف في دوري ابطال اوروبا وعامل 30 مساهمه تهديفيه حتى الان. بيسجل في ريال مدريد مرتين وبيسجل هاتريك في بايرن ميونخ وباخد طبعا اول بطوله مع هانز فليك في خلال 6 شهور السوبر الاسباني. نسخه رافينيا الموسم ده هتتسجل واحدة من إعجازات هانز فليك مع برشلونة. موسم للتاريخ يا رافينيا. سلام.